تشرف ايدك. نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده، وريني. ما يغلاش عليك يا كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده، وريني. ما كفاياك يا كرم. ليه يا كرم؟ نقرا فتح. الف مبروك يا سيد. الله يبارك فيك يا كرم. الف مبروك. حلوه الساعه دي، حلوه والله. الف مبروك يا حبيبي، الف بركه. امسك يا كرم. الف لا باس. يلا يا عمنا كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة. كده يالا بن شرقي يالا، هانت عليك يالا. نزل الشوط التاني بن شرقي، بن قلبي بن قلبي بن قلبهم، بن قلبهم. نزل الشوط التاني قلب الماتش. محدش عارف يلعب في النادي الاهلي غير بن شرقي يا جماعة. في الدقيقة 93 بن شرقي خلص الكلام، ورغم انها حلقة اوروبية فلازم اخلط فيها بن شرقي الذي اهل الاهلي في الصدارة بفارق الاهداف في انتظار مباراة بيراميدز ونادي الزمالك غدا. في الدقيقة 93 بن شرقي يعطي الاهلي الفوز على حرس الحدود بشق الانفس. نيجي على ليفربول رسميا بطل البريمير ليج. ارسنال في مهب الريح، جوارديولا يكافح، انزو ماريسكا وتشيلسي بيكافح. معاك من اول المركز الثالث في الدوري الانجليزي البريمير ليج نوتنجهام فورست، المركز العاشر اوستن فيلا، فرق الست نقاط فقط يا عزيزي، 6 نقاط. فلو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول، واخبط اللايك الجميل. كان معكم ادهم شاهين في ادهم في الملاعب. يلا بينا نبدا. طب خلينا ابدا معاكم بن شرقي. النهارده النادي الاهلي وحرس الحدود. انا كنت عايز اتكلم عن ماتش الاهلي تحديدا غدا بعد مباراه الزمالك وزد، لكن حدث مهم النهارده في مباراه الاهلي. زي ما قال محمد شاهين امبارح في البودكاست ان حرس الحدود هيعمل ماتش صعب جدا 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 على النادي الاهلي، وقد كان حصل بالفعل وانا ما كنتش متفق معاه يعني. لكن حرس الحدود جات له كوره في الماتش، الكرة الوحيدة المرتدة اللي لم كريم الدبيس ودخل وراح قاطم لجوه وعملها ار2. الكرة دي لو كانت جت كانت خلاص بكتير الاهلي كان هيتعادل وهيتعثر النهارده. ولكن بن شرقي ياتي بكل الحلول، بمرقصه، بعرضيات، باوفرات، بكروسات، بالعمق، بشوط على المرمى. نزل الشوط الثاني عمل كل حاجه تتعمل في الكوره. بن شرقي فعلا نقذ النادي الاهلي النهارده من تعادل وتعثر محقق. الغريب في الامر ان احنا كلنا انتقدنا كولر في ماتش القمه انه ما لعبش بنفس التشكيل اللي بدأ بيه النهارده امام حرس الحدود، اللي هو 2 راس حربه جريتشار ووسام وامام عاشور، بقيه التشكيل يعني زي ما هو، والباكات محمد هاني وكريم الدبيس. طب احنا النهارده شفنا التشكيل المثالي اللي كان المفروض يبدأ بيه في مباراة القمة امام الزمالك. عمل حاجة مع علامة استفهام. ما هو حد يجاوبنا يا جماعة. كلنا انتقدناه عشان قلنا ما لعبش التشكيل المناسب. هو لعب النهارده امام حرس الحدود بالتشكيل المناسب. شفنا خطورة ما شفناش غير من بن شرقي، شفنا تهديد على المرمى ما شفناش غير من بن شرقي، شفنا نفس السيناريو بتاع القمه، استحواذ وضغط واوفرات ودهلكه، كور بلا خطوره. انا ليه بنتقد هنا النادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي كبير جدا يا جماعه وقيمه كبيره جدا في مصر، وشارك في كاس عالم انديه واكتر عدد بطولات افريقيا، لا ننكر هذا جميعا ايا كانت انتماءاتنا. بس بهذا المنظر انت ممكن تفقد الدوري، بهذا المنظر انت ممكن في كاس العالم للانديه ما تأديش رغم ان المجموعه على الورق مش صعبه. بهذا المنظر انت ممكن تقدم موسم كارثي كارثي. ده كل كلام النهارده على النادي الاهلي. انا النادي بن شرقي انا زعلان قوي يا جماعه بيني وبينكم، يعني اكلمكم بقى ايه من قلبي، يعني من جوه زعلان كل ما اشوف الواد بن شرقي لابس اللون الاحمر، يعني مش مسامح، وزعلان في اي حد اثر ان الراجل ده ما يرجعش لنادي الزمالك وان الراجل ده يلبس اللون الاحمر. بامانه يعني كل الاحترام والتقدير ليه، انا ما بكرهوش، انا ما زلت احبه وما زلت كل ما اشوفه في الملعب في حاجه في قلبي كده بتتحرك، لان كلنا
ارتبطنا باللاعب ده، هو كواليتي لا يختلف عليه احد، لا يختلف عليه احد. بس مع الاصابات لا قدر الله، هل النادي الاهلي هيلاقي حلول؟ اقفل الباب على كده في المحلي وتعال نروح على الاوروبي. الاوروبي بريمير ليج بدأت الجولة ال 26 وال 27 لليفربول لأنه بيلعب بفارق ماتش. تيجي تبص على نظام الدوري، ليفربول يا جماعة الآن رسميا بطل للبريمير ليج للمرة العشرين، ويعادل رقم المان يونايتد، اللعنة اللي كانت بتصيبه على مدار سنين بالكامل ومش قادر يعادل رقم مانشستر يونايتد. وتعالى شوف المفارقة، زي ما محمد شاهين قال امبارح ان وقت ما ليفربول بياخد بطولة البريمير ليج مانشستر يونايتد بيصارع على الهبوط. والنهارده مانشستر فاز ابسويتش 3-2 وسام مرسي جاب جون في نفسه. عادي، كل الحاجات دي بتحصل، ما فيش اي مشاكل. لكن احنا بنتكلم على سيناريوهات الكوره، ان ليفربول بيعادل رقم مانشستر اللي ياخد الدوري للمره العشرين، ومانشستر بيعاني وبيصارع على الهبوط. فدي حاجة مفارقات غريبة. كرة القدم عجيبة، بتجيب لنا سيناريوهات درامية، بجد سيناريوهات درامية. انت معاك النهاردة ليفربول 67 نقطة، أرسنال الثاني تعادل مع نوتنجهام فورست. أرسنال لا يوجد حلول في مهب الريح. أحب أقول لجماهير أرسنال مبروك عليكم التأهل للتشامبيونز ليج بأريحية. موسم الحصاد اللي كنت مستني تعثر السيتي وجوارديولا، جه أرن سلوت مع صلاح بفورمة الوحش، أفضل لاعب في العالم، إن لم يسجل يمرر. الماتش اللي ما يجيبش فيه جوان هيصنع فيه جوان، الماتش اللي مش هيصنع فيه جوان هو كده كده اوريدي بيجيب جوان. محمد صلاح بفورمة الوحش مع أرن سلوت المدرب اللي ما نعرفش من أين أتى إلى ليفربول، خلى الفارق ما بين ليفربول وأرسنال 13 نقطة. فخلاص الدوري راح يا عم أرسنال، راح يا عم أرتيتا بسبب عنادك. والموسم الجاي هتعمل إيه في ظل فوقان بقى السيتي والصفقات والصرف وتشيلسي والفوقان ومانشستر والفوقان والصرف؟ هتعمل إيه يا عم أرتيتا؟ لو ما كنتش خدت الدوري السنة دي كنت هتاخده إمتى؟ فألف مبروك لليفربول. أنا بقولها أهو وواثق من كلامي إن ليفربول خد دوري الإنجليزي من الجولة ال27. نوتنجهام فورست مركز الثالث 48 نقطة. عد بقى معايا، معاك من المركز الثالث الرابع السيتي، الخامس تشيلسي، السادس نيوكاسل، السابع بورنوس، الثامن برايتون، التاسع فولهام، العاشر أوستن فيلا. نوتنجهام فورست 48 نقطة، والعاشر اللي هو أوستن فيلا 42 نقطة. يعني فرق ما بين الثالث والعاشر ماتشين، 6 نقاط. حرب أهلية من المركز الثالث للعاشر على المقعدين الأوروبيين اللي فاضلين اللي هم الثالث والرابع. حرب أهلية أبرزهم تشيلسي والسيتي. أنا أتمنى، عشان أحب كرة حلوة، هم الكبار في إنجلترا دلوقتي، أتمنى يكون تشيلسي والسيتي يتأهلوا، عشان مرموش كمان بالأخص يتأهلوا للمقاعد الأوروبية. ريال مدريد في كأس ملك أسبانيا تفوق على ريال سويسداد في ماتش الذهاب على أرضهم، وننتظر جميعا ديربي وكلاسيكو في النهائي ما بين الريال وبرشلونة. دي كل أحداث اليوم النهاردة. يعني تيجي ماتش أرسنال، انت مفيش مهاجم، مفيش حلول، مفيش لعب، ماتش مفيهوش هجمة، مفيهوش أي حاجة، ماتشات مملة بجد يا جماعه. الواحد بقى يتفرج على ارسنال ماتشات ممله جدا. ليفربول شخصيه مفروضه في الملعب بامانه يا جماعه، بعيد عن كوره ليفربول حلوه ولا لا، النادي عامل زي ريال مدريد كده، شخصيه بطل، لعيبه هيبه في الملعب بجد. النهارده انا زعلان جدا من عمر مرموش، من أسوأ مبارياته. وبرضه محمد قال معايا امبارح في بودكاست 2 حصاد الاسبوع وانا كنت بجادله، لا مرموش النهارده طلع بدري، البدني بتاعه واقع، مش مركز في حاجه غلط. انا ما اعرفش ايه، لسه انسجام ريتم الدوري الانجليزي سريع، ما نعرفش.
لكن السيتي جوارديولا يستعيد ويكافح بمكسبه على توتنهام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. كان معكم أدهم شاهين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.